شكرا لك على التدخل معنا في علاقة بطلب استعجال النظر في تنقيح المرسوم 54. هل كانت هناك نية للمماطلة أو في أنه ما يتمش تنقيح المرسوم هذا؟ طبيعي هما قدمنا نحن معنا استعجال النظر اللي لأنه وقفنا على حقيقة أنه فما نية اللي تعطي لنا تمرير المبادرة للجنة حقوق الحريات. الصوت فقط غير واضح. سي محمد لو تسمح كانت نجم تغير المكان اللي أنت فيه باش يوصلنا الصوت أوضح. تفضلي. هكذا أفضل. باهي تفضل سي محمد. هو احنا ما قدمنا التنقيح المبادرة معنا استعجال النظر الا لانه اكدنا انه ثم نية في معناها تأجيل تمرير المبادرة لجنة حقوق الحريات بتدارك وبنهاية الأمر للجلسة العامة لاتخاذ قرار في التنقيح. احنا قدمنا المبادرة هذه تقريبا يوم 20 فبراير وهذا تعرفوه جميعا، وحاولنا أكثر من مرة أن نذكر بضرورة تمرير هذه المبادرة إلى لجنة حقوق الحريات بتدارك باعتبار أنه هذا حق مشروع للناس اللي قدموا المبادرة 40 ماي من كتل مختلفة وفيهم غير المنتمين قدموا هذه المبادرة، مش قدموها على أساس أنها باش تحط في الدروج، ولكن قدمت باش تتعدى للتدارك انطلاقا من قناعة أنه اليوم هناك اتفاق معناها في الشأن العام واتفاق في الرأي العام التونسي حول أنه المرسوم تحول في لحظة معينة إلى مرسوم سياسي وأثار جدل كبير، جدل في علاقة بالحريات، جدل في علاقة بحقوق الصحفيين، جدل في علاقة حتى بحقوق المواطنين، جدل في علاقة حتى في معناها الفصول الموجودة في المرسوم، واقترحنا نحن أنه المرسوم يقع في تعديلات بما فيها إلغاء الفصل 24 اللي هو أكثر فصل في جدل الاحتجاج، وانتظرنا أن المبادرة هذه تمشي للجنة. سواء كان اللجنة وصلت إلى إقرار التنقيح أو هنالك تعديلات أخرى، سواء كان الجلسة العامة مشات في تثبيت المرسوم أو في تغييره، فذلك حديث آخر، هذيك هي الجلسة العامة هي تميز نفسها وتتخذ القرار. واضح. مش من حق مكتب الميل. سي محمد فقط قبل ما نختم معك، ما هي التعديلات التي يمكن ادخالها على المرسوم هذه؟ هل يمكن الحديث على الغاء للفصل 54 في المقترح المقدم؟ بالنسبه للمقترح المقدم في الغاء الفصل اساس الالغاء الفصل 24 اللي هو موضوع جدل الساحه، واللي هو كان في علاقه بكل الشواهد المربوطه تو حاليا، في علاقه بوضعيه الحريات، في علاقه بوضعيه الصحفيين، في علاقه بوضعيه المواطنين العاديين، في علاقه بوضعيه المدونين، في علاقه بوضعيه الناس ناشطين في الشان العام، في علاقه حتى بمواطنين عاديين في داخل الجهات وغيرها. نحن عندنا امس في جفه ثم شاب من الكار على تبيينها ولا وقع في بطاقه ايداع يتعدى مرسوم 54. كيف عندنا من تعدى مرسوم 54 ثم لا يوجد فيه حتى رئيس البرلمان. يعني نحن وصلنا لمرحله حتى رئيس البرلمان بصفه تاريخيه يشتي زايد على خلفيه مرسوم 54، يعني تحول مرسوم 54 الى آلية، خاصة الفصل 24 فيه إلى آلية جلب لكل تقريبا القطاعات في داخل البلاد. وعلاش كي اقترحنا التنقيح. الأهم من ذلك ليس هنالك أي مبرر لتعطيل هذه المبادرة اللي جات في نفس المجلس. كيف انه مش من حقه ايضا انه يصوت يعدي الى معاديه، ما يتحولش بس المجلس الى غربال، رئيس المجلس ومجلس المجلس الى غربال للمبادرات. يعني نزع عنا حتى حقنا في ان نمارس التشريع بحريه اللي تطلب الدستور، اللي تطلب النظام الداخلي لمجلس النواب، نزع عنا ثم اعتداء كبير على حق المارس في التشريع. يعني اليوم بنقول لها نحن اذا كان نحن في داخل مجلس النواب نمنع الناس من التشريع، ليش ننتظر من خارج مجلس النواب؟
واضح واضح. شكرا لك محمد علي، مقرر لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان، على كل هذه التوضيحات والتفاصيل. نجيب، ما نعرفش على شنو تحب تعلق بالضبط على النائب فاطمة المسدي اللي هي من أشد المدافعين على المرسوم 54، وحتى اليوم في ذات تصريح على الEFM قالت أنه ما زلت متمسكة أنه يلزم يقعد المرسوم 54 لما بعد الانتخابات الرئاسية، لأنه يساهم في تنقية الأجواء، أو عن مطالبة الاتحاد الشغل بسحب المرسوم هذية. وفي النقطة الثالثة كان طرق وقالوا أنه تدين بشدة إمعان السلطة القائمة في التعدي على الحريات بمحاكمة